انتي استاذه طبعا في اعمال البانيه. تعالي بقى اقولك على اسهل وانجح طريقه تعملي بيها البانيه من غير مواعين كتير ومن غير اضافات كتير، طعمه كده ينافس المطاعم والسر صغير قوي. معايا الاول شرايح كده من صدور الفراخ او البانيه، هبتدي اقطعها لشرايح طوليه لان الشريحه عندي كانت كبيره قوي. يلا سمي الله وصلي على رسول الله وشاركي الفيديو مع اصحابك. هتبل معلقه واحده بس كده من البصل المفروم مع شويه حلوين من ميه البصل، ربع كوبايه من الصويا صوص. بالنسبه للتوابل، فلفل اسود، بابريكا، جنزبيل، زر ورد، توم باودر وبصل باودر ومعلقه توابل فراخ. احط بيضه، معلقتين زيت، وكمان معلقتين من النشا. بصي بقى الطريقه دي روعه، وهتعملي البانيه منه فيه ولا هتحتاجي تحطي في بيض ولبن ولا اي حاجه. دلوقتي بقى الكفر الخارجي، كوبايه بقسماط، كوبايه دقيق، معايا معلقتين نشا، والسر كله بقى في الفايش المطحون. عارفه الفايش بتاع الافران ده بقى بيخلي البانيه كريسبي وطعمه زي البانيه الجاهز بالظبط. جربي وقولي لي في التعليقات بعد ما جربتي. كمان تقدري تحطي كورن فليكس مطحون او حتى الدوريتوس المطحون براحتك، بس جربي الفايش المطحون كده ككفر خارجي هيعجبك جدا. وكل قطعه بقى هتطلعيها من التتبيله متنيها كويس كده واضغطي عليها بكفر الدقيق اللي احنا عاملينه. الميكس ده هيدي للبانيه طبقه مقرمشه خطيره واستحاله يفك منه. بصي ما شاء الله، دول كانوا حوالي كيلو من الفراخ. انا استكترتهم فعنت شويه في علبه في الفريزر لوقت تاني، وعملت حوالي كيلو الا ربع وادوني كميه محترمه. قليته طبعا في زيت غزير على درجه حراره متوسطه، وما تقلبيش بقى كل شويه غير لما تتحمر من الناحيه اللي تحت. كمان لما تطلعيه طلعيه على مصفى، بلاش على مناديل او في طبق عشان يفضل مقرمش. بصي بقى ما شاء الله تبارك الله، احلى شويه بانيه مقرمش بطعم تحفه مع شويه سلطه خضراء كده ورشه من البقدونس او مكرونه روعه. يعني الكفر استحاله يفك منك، ومن غير مواعين كتير، ووفرتي وقت ومجهود وطعم تحفه. اتمنى تكون عجبتك. بحبكم في الله. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم.